السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير يا رب. النهاردة بقى هعمل معاكم وصفة جميلة وخطيرة في موجة الحر اللي احنا فيها ديت. وعايزة اقول لكم بقى ان بعد الوصفة دي الصيف مش هيغلبنا ابدا مع الكوكتيل الجميل الفرعوني اللي انا هعمله معاكم. ممكن تسميه بقى ملك المزاج، ممكن تسميه مشروب السعادة، لأنه طبعا بيجمع بين فخامة التمر هندي وقوة الكركديه في طعم واحد ومتوازن، وحاجة كده جميلة ومنعشة بدون مكسبات طعم ولا ألوان صناعية ولا أي حاجة. وطبعا احنا عارفين الكركديه والتمر هندي وفوائدهم المذهلة اللي طبعا بتساعدنا على مواد الأكسدة اللي فيه والتمر هندي وجماله ومزازته والطعم حكاية. عايزة أقول لكم بقى إن إحنا هنبدأ بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أهله وأصحابه أجمعين. أنا معايا ربع كيلو من الكركديه. زهرة الكركديه طبعا تكون حاجة نضيفة كده وجميلة، وبغسله غسلة حلوة. انزل طبعا التراب اللي بيبقى متواجد فيه، وفي حلة بقى وبضيف عليه كورتين من التمر هندي الطبيعي. يا جماعة ده تمر هندي طبيعي أصفاني، فبجيبه وبحط مع ربع كيلو كركديه كورتين من التمر هندي، وبنزل عليهم بأربع كوبايات من المية السخنة المغلية، وبسيبه بقى منقوع لتاني يوم. تاني يوم بقى زي ما انتوا شايفين كده هوت. طبعا التمر هندي نزل بقى الطعم بتاعه والجمال، والكركديه نزل لونه المميز والمزازة بتاعته والجمال. وزي ما انتوا شايفين كده التمر هندي طبعا داب مع الكركديه في المية السخنة. طبعا احنا سيبناه ليلة بحالها، وزي ما انتوا شايفين اللون والتقل بتاعه حاجة كده جميلة وطعمة ومنعشة. وزي ما انتوا شايفين كده لون جميل جدا. هنبدأ بقى نجيب الشفشق بتاعنا ونجيب مصفى تكون ناعمة وفتحتها طبعا ضيقة عشان ما تنزلش الشوائب بتاعة الكركديه. وهبدأ بقى اصفي. وزي ما انتوا شايفين التقل بتاعه كده حاجة جميلة كده وتقيلة، واحسن من اي عصير بنشربه او حاجات بنجيبها من بره جاهزة بمكسبات طعم. لا دي حاجة طبيعية كده وجميلة. وطبعا كلكم عارفين فوائد الكركديه وفوائد التمر هندي. وانا هنا بقى بصفيه، باخد طبعا الصافي بتاع الكركديه بالتقل بتاعه دوت. زي ما انتوا شايفين القوام بتاعه، وشايفين اللون، وشايفين التقل. طبعا بصوا الازازه اتسمغت ازاي بلون الكركديه. ده طبعا بيبقى مركز التمر هندي والكركديه مع بعض. دي بحطها في التلاجة بتقعد معايا بقى حسب استعمالك، تقعد معاكي شهور ما يجرالهاش اي حاجه. تاخدي منها وتزودي بقى ميه وتلج وتضيفي عليه شويه من المركز ده، بيعمل لك شفشق كبير تشربه وتتهنوا وتتبسطوا بيه. طبعا الباقي ده انا مش هرميه كده، انا هزود عليه ميه تاني وهقلبه كويس كده علشان الكركديه والتمر هندي ينزلوا الطعم بتاعهم والمزازة بتاعتهم. وانا ببدأ افتح بقى القرون بتاعت التمر هندي كده عشان تبدأ تنزل السوائل والطعم اللي جواه. وببدأ بقى اصفي تاني. زي ما انتوا شايفين بصوا تقيل تاني ازاي بعد ما خدت الكمية المركزة اللي في الاول. برضو مازال لسه القوام معايا تقيل واللون غامق زي ما انتوا شايفين. هبدأ برضو ايه اصفيه كده كويس من الشوائب اللي هي فيه، واخد الكمية كلها. برضو بضيف عليها مية تاني بيرمي معايا كمية كبيرة جدا يا جماعة. ربع كيلو كركديه مع كورتين التمر هندي بيرمي معايا كمية كبيرة جدا، رغم ان انا زودته لتالت مرة مية. زي ما انتوا شايفين التقل بتاعه عامل ازاي واللون عامل ازاي. طبعا انا كده مليت الشفشق بتاعي، وهبدأ بقى اجيب المج واحط فيه من 5 ل6 معالق من وحسب رغبتكم طبعا في السكر زي ما انتوا عايزين. وبنزل عليه بشوية من الكركديه
اللي انا عملته لتاني مرة زودت المية وصفيته. هجيب بقى شفشق حلو كده جميل وانزل عليه بقى بتلج، ونبدأ بقى ايه نظبط بقى المزاج والحاجة الجميلة بقى اللي احنا هنشربها ديت، ومش هنستغنى عنها طول الصيف. فعلا يا جماعة والله طعمه ومزازته حاجة رائعة جدا جدا، وحاجة نظيفة وحاجة أعشاب طبيعية كده، مش أي حاجة مصنعة. وهنزل بقى بالكوباية بتاعتي ديت على التلج زي ما انتوا شايفين. زودت بقى الشفشق بتاعي علشان التلج طبعا بيخفف الكركديه معانا. واجيب بقى المج واحط بقى فيه شوية من التلج زي ما انتوا شايفين. بصوا لونه تقيل ازاي وجميل، والطعم بقى مش قادره اقول لكم مع بقى شويه التلج دول. ولا تقولوا لي صيف، احنا هنغلب الصيف بالمشروب ده يا جماعه. ده مشروب فعلا نسميه مشروب المزاج العالي، الفخامه بتاعه التمر هندي مع قوه الكركديه، الاتنين طعم واحد ومتوازن. حاجه رائعه 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 فعلا. وزي ما انتوا شايفين اللون لوحده حكاية، والطعم حكايتين 3 4 تقدروا تقولوا. وربع كيلو من الكركديه مع كورتين من التمر هندي عملوا معايا الكمية دي زي ما انتوا شايفين. وبيفضل معاكي فترة طويلة تعملي وتشربي انت وولادك، ان جالك ضيوف بتعملي منه. والله طعمه حكاية حكاية جميل جدا جدا جدا. اوعوا تفوتوا الصيف دوت من غير ما تعملوا المشروب ده وتخلوه في دلاجاتكم وتسقوا لولادكم وتقدموه لضيوفكم. ولو الوصفة بتاعتي عجبتكم بقى يا ريت لايك وشير، واللي ما اشتركش في قناتي يسعدني اشتراكه عشان يجيلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.